السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معكم قناة أفكار ميرو. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض أسرع مخلل في العالم. هتعمليه وبعد ساعة هتاكليه، هيبقى بالهنا والشفا، حاجة كده في منتهى الجمال، كأنك مخللاه كده من سنة. حاجة كده في السريع، صحية جدا، وكمان شكلها حلو وطعمها حلو جدا. هنعمل أحلى المخللات اللي كلنا بنحبها. هنعمل مع بعض الجزر والخيار والفلفل الحامي، وكمان هنعمل مع بعض الزيتون. ازاي ده؟ يلا بينا ندخل الفيديو ونشوف التفاصيل والطريقة السهلة جدا. المخلل شكله كده يفتح النفس، حاجة كده في منتهى الجمال. وممكن ناس كمان تقول عليه ترشي، بس احنا بنقول مخلل سهل وبسيط وسريع جدا. يلا يا حبايبي نسمي الله ونشوف طريقتنا السهلة. انا معايا كيلو من الخيار، وكمان نص كيلو من الجزر، بس يكون جزر ناشف شوية، وكمان الخيار يكون صابح وناشف زي ما انتوا شايفين، وكم حبة من الفلفل الحامي عشان يدوني طعم ولون حلو جدا للمخلل اللي معايا. في الاول كده غسلاهم كويس جدا ومنشفاهم طبعا، ومقشره الجزر. هنبدا نقطع الجزر كده بالشكل الزجزاج او بالشكل المشرشر كده زي ما انتوا شايفين، بيكون شكله حلو جدا في التقديم. بس الجزر كان ناشف معايا جدا، تعبني في التقطيع، والحمد لله ايدي اتعورت انا وبدوس كده على الجزرايه. يفضل ان تكون سكينه كويسه، او تكون قطعه بس تكون حاميه شويه. خلصت الجزر كله بالشكل اللي انتوا شايفينه كده يا حبايبي، التقطيع بصوا ما شاء الله تقريبا كل الصوابع شكل بعض، وما تكونش تخينه شويه او سميكه، تكون كده رفيعه زي شرايح البطاطس وتمكن ارفع، علشان الجزر بتاعنا هيستوي بسرعه، وكمان ياخد معانا الطعم وياخد معانا الحياء بالشكل اللي انتوا شايفينه. شكل حلو جدا، وبيكون شكله ما شاء الله ممتاز جدا في المخللات. كل اللي انا هعمله ان اقطع الجزر بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه، وكمان هندخل على طول على الخيار. بس بعد ما نخلص كل كمية الجزر كده، ما شاء الله تقريبا نص كيلو من الجزر، ومعايا كيلو من الخيار، وتقريبا الصراحة يا حبايبي دول تقريبا كيلو ونص. كل ما بيخلصوا بعمل على طول، يعني بيقعد معايا المخلل ده تقريبا اسبوع كده، بيبقى كأنك لسه عاملاه، بيكون طعمه مميز وشكله مميز جدا. هقطع الخيار كده قد كده قطعة صغيرة، قطعها مربعات او قطعيها مثلا حلقات، بس الشكل ده بيكون حلو جدا في التقديم. زي ما انتوا كده شايفين يا حبايبي، هقطع كل الخيار بنفس الشكل ده. وما ننساش طبعا احنا واقفين في مطبخنا، احنا واقفين نعمل اي حاجة في المطبخ كده، ودايما دايما وابدا نصلي دايما على رسول الله، ونستغفر عشان ربنا يصلح ما بين ايدينا ويصلح احوالنا ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، هخلص كل الخيار بنفس الطريقة والشكل اللي انتوا شايفينه. هقطع كله كده، ودي كانت اخر واحدة معايا، وهقول لكم الفلفل الحامي انا هعمل بيه ايه. بس اهم حاجة حوش اول الخيارة والاخر بتاعها، علشان بيكون مدي مرارة شوية. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، خلصت كل الخيار بالشكل ده. وفي الوقت ده عاملين خطوة مهمة جدا، وهي دي الخطوة الأساسية بتاعتنا للتخليل بتاعنا النهاردة، أو المخلل اللي معايا لتر ونص من المية، حطيتهم يغلوا على البوتاجاز، يغلوا خالص زي ما انتوا شايفين. وبعد كده أبدأ أحط عليهم من 5 ل6 معالق ملح. والملح هنا بيكون على حسب كمية المية اللي عندك. لو حاطة مية كتيرة تقدري تحطي كمية ملح كبيرة، كل كوباية مية عليها معلقة من الملح. وكمان هحط نص معلقة من الخل، او 7 معالق كبار من الخل. الخل كده بيحافظ على الخضار المخلل اللي معايا، وكمان بيديله قرمشة جميلة جدا. زي ما انتوا شايفين كده انا هنا ما طفيتش البوتاجاز خالص، وهبدأ انزل بالجزر. زي ما انتوا شايفين وملاحظين يا حبايبي، دي اهم الخطوات للمخلل بتاعنا السريع، وكمان هيدينا طعم حلو، والحياء بتاعه هيكون مظبوط جدا. انا ما ضفتش اي حاجة خالص غير ملح وخل بس، زي ما انتوا شايفين. بس هنا البوتاجاز بتاعي شغال، الجزر بس يغلي غلوة واحدة، بس أنا مش هسويه يغلي غلوة بس واحدة. بس أول ما نزل طبعا الجزر ساقع، أول ما نزل كده خد الرطوبة في المية السخنة، وبعدين غليته غلوة واحدة بس كده عشان الخيار بتاعنا ياخد من طعم الملح والخل. غلوة واحدة. في الوقت ده أنا كنت طفيت البوتاجاز واديته تقليبة بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعد كده هنضيف الخيار اللي معانا. هنا بقى الخطوة دي مهمة جدا، تتأكدي ان المية اللي انت ضفتي فيها الخيار تكون مظبوطة ملح، ما تكونش عدمة، عشان الخيار فيه نسبة مية كويسة هتمتص كل الأملاح. لازم الخيار يكون حي وحلو. بعد ما حطيت كل كمية الخيار كده، شايفين لونه حلو ازاي، احط قرنين الفلفل الحامي، هيدوني طعم لذيذ جدا للمخلل اللي معانا. هيخلي الخيار والجزر كده ما شاء الله، وكمان الفلفل هيكون طعم حلو جدا في المخلل.
زي ما انتوا شايفين دي كل الخطوات اللي احنا عملناها. هنغطي عليها وهقول لك هترجعي لها امتى وتلاقي الخيار بتاعك ما شاء الله تبارك الرحمن. زي ما انتوا شايفين ده بعد ساعة بالظبط، ساعة واحدة كان المخلل بتاعي جاهز. هنا بقى المية بتاعتها تبرد تماما تماما، تبقى زي مية الحنفية كده، وتكون المخلل جاهز على الأكل. شايفين لونه حلو ازاي ما شاء الله، من غير تعب ولا مجهود. شكله حلو وكمان طعمه ما شاء الله مميز جدا. حاجة كده في السريع تعمليها لما يكون صبع عندك ضيوف، أو تعمليها تاكلي فيها كام يوم كده حلوين. أنا بعمل بالكيلو يخلص أعمل غيره، علشان زي ما انتوا عارفين ان الخيار المخلل ملوش عمر كبير، وكمان بيطرى معانا بسرعة. كده هيكون مقرمش معاكي لغاية اخر حباية ما شاء الله. الكمية مش كبيرة، اعملي كل فترة كده ما شاء الله هيكون معاكي حلو جدا، مقرمش جميل طعمه لذيذ. انا هنا حبايبي بعد ما عبيت البرطمان المية اللي سوينا فيها الجزر وكمان الخيار، احط كده المية على البرطمانات، اغطي البرطمان خالص عشان يديني مادة حافظة. شايفين البرطمان شكله حلو ازاي، حاجة كده في منتهى الجمال، شكله كده يفتح النفس، طعمه لذيذ جدا، حاجة شهية كده ما شاء الله، وكمان صحية. يعني في بيتك عارفة المقادير، عارفة ضفت ايه، طعمه حلو جدا، شكله مميز زي ما انتوا شايفين. حاجة كده في السريع في الانجاز، طعمه لذيذ جدا وكمان شكله حلو زي ما انتوا شايفين. يا رب الفيديو يكون عجبكم والفكرة تكون عجبتكم، وتجربوا المخلل القمر ده وكمان يعجبكم. ما تنسوش تدعولي وتعملوا لي لايك وتسيبوا لي كومنت يفرحني، عشان اللايك بيرفع القناة والكومنت بيرفع من معنوياتي. كده اقدر اقول لكم في اخر الكلام صلوا على حضرة النبي العدنان، واشتركوا في قناتي لو مش مشتركين، واعملوا لي لايك وسيبوا لي كومنت يفرحني. سلام.